فرنسا حاولت تسيطر، ولكن الحارس يانس بن شاوش تصدى الهجمات ديالهم. تصديات عالمية، تركيز، شخصية قوية، لكن القدر دار لعبته. بن شاوش تصاب في منتصف اللقاء. الكل تخوف، ولكن المدرب هشام وهبي ما فقدش الثقة ودخل الشاب حكيم مصباحي، واحد الحارس اللي يمكن العالم كامل ما كانش كيعرفه، ولكن في ليلة واحدة ولا حديث العالم كله. حكيم مصباحي صد لركلات الجزاء فرنسا بحماس غير عادي، بدم بارد، بتركيز وشجاعة خارقة، وخرج المنتخب المغربي منتصر بركلات الترجيح، وواصل الطريق ديالو نحو النهائي الكبير ضد الأرجنتين. الإعلام الأوروبي والعالمي ما بقاش ساكت. صحيفة الماركا الإسبانية اللي عندها اسم كبير في عالم الصحافة قالت بالحرف: المنتخب المغربي يواصل كتابة التاريخ في فئة الشباب بنفس الروح التي أبهرت العالم